الفترة الأخيرة دي وأنا سايق عربيتي وماشي، ألاقي عربية طلعت كده من عند الدقاطة وعادي جدا معدية، ولا هاممها ولا بصت ولا فارق لها إذا كان في عربيات جاية ولا لأ. أبص ألاقي واحدة ست اللي سايقة، أقف في الإشارة أجي أشد وأنا طالع ألاقي في العربية اللي جنبي برضو واحدة ست. ألاقي عربية مثلا وأنا ماشي كسرت عليا ودخلت شارع قدامي مرة واحدة من غير ما تدي إشارة، برضو ألاقي اللي سايقة واحدة ست. لقيت نفسي بقول الله، هو إزاي أنا قناتي مفيش عليها حاجة للستات خالص؟ وإزاي أنا أنسى إن المرأة نص المجتمع، وإن البنت زي الولد وما هياش كمالة عدد، وإن الأم مدرسة، وإن وراء كل راجل عظيم برضه امرأة عظيمة. طب هو من زرع حسن؟ لا لا لا، ده مش معانا في القصة. المهم قلت لا، أنا لازم أتحرك. قررت فعلا إن أنا أعمل لك فيديو هرشح فيه أنواع العربيات اللي تقدري تشتريها، واللي فيها المزايا واللي بتحقق كل الطلبات بتاعت كل المستويات، من أول المرأة المكافحة اللي هي السترونج اندبندنت وومن لحد المرأة المدللة واللي عندها اللي يشتري لها اللي هي عايزاه. والحقيقة عموما يعني إن أنا لو سألت أي ست إيه طموحاتك في العربية، الحاجه الاهم على الاطلاق هتلاقي بتقول لك اهم حاجه ان هي تبقى صغيره واعرف اركنها. العربيه دي بقى بتعمل ايه؟ بتنور في الضلمه، بتمشي على الميه، مش فارق لها، المهم ان هي صغيره وبتعرف تركنها. فيلا بينا، ورقه وقلم بقى ست الكل، واكتبي ورايا الانواع اللي جايه دي ومزاياها واسعارها. واديني بقول اسعار اهو، ها، عشان الناس اللي بتطلع لي كل مره في كل الفيديوهات تطلع تقول لي انت ما قلتش الاسعار ليه. اديني يا سيدي اقول الاسعار اهو. المهم ثواني بس، رايحه فين انت؟ وقتي رايحه تجيبي ورقه وقلم بجد؟ لا يا ستي، الفيديو موجود عندك اهو، بتتفرجي عليه مره واثنين وثلاثه، واعملي لايك، وممكن كمان تعملي شير لصاحبتك لو هي كمان بتدور على العربيه. نيجي لاول عيله او اول مجموعه من العربيات وهنتكلم عنهم، وهي السوزوكي. الحقيقه ان شركه سوزوكي كتر خيرها من اكتر العربيات اللي كانت مهتمه بالعربيات اللي هي الصغيره او العربيات الهاتشباك. ولو انت او انتي مش عارفه يعني ايه هاتشباك، فهتلاقي لينك كده للفيديو هيطلع لك فوق في الكارت بيعرفك يعني ايه عربيه هاتشباك. المهم نيجي لأول عربية منهم وهي السوزوكي ماروتي. الحقيقة إن السوزوكي ماروتي أول نجاحاتها إن هي كتر خيرها قدرت تكون عربية، ونسيبنا بقى من الناس اللي بتقول توك توك وبتاع، نقول لهم خليكم في حالكم. العربية ميزتها إن هي عربية موفرة البنزين، لأن هي أصلا كلها على بعضها 800 سي سي، يعني موتور صغير جدا. ومن كتر ما هي عربية صغيرة تقدري تركني براحتك، يعني لو في أي مكان كنت ماشية عايزة تخشي بوش العربية بظهر العربية مش فارقة، هي كده كده خلاص ركنت. حتى لو نسيتيها في نص الطريق مش مشكلة، هي كده مركونة. برضو لو استعصى الامر وما لقيتيش مكان تركني، ممكن لو خدتيها معاكي في الاسانسير ورينتيها فوق مش هتفرق. العربيه سواقتها سهله لان هي ابعادها صغيره. كمان من المزايا اللي فيها ان هو الدركسيون بتاعها ناعم. العربيه كذلك قطع غيارها رخيصه ومتوفره، يعني خبطي براحتك، سواء بقى في قطع الغيار الخارجيه اللي هي زي الفوانيس والاكسدامات والاوكر البيبان وغيره وغيره، او قطع الغيار الداخليه اللي هي زي الحاجات بتاعه العفشه والسيور والزيوت والكلام ده. كل الكلام ده متوفر. كذلك حتى السمكرة بتاعتها شغلها مش صعب، يعني أي حاجة بتحصل في الصاج الموضوع سهل جدا وأي حد بيشتغل فيها، حتى في الميكانيكا. العربية مساحات التخزين فيها صغيرة، يعني هي مناسبة جدا لو لأم وطفلين، آنسة بتروح بيها الشغل وبترجع. يعني مساحة الشنطة ورا مش أحسن حاجة في التخزين، آخرها مثلا شنطة هاند باج كده وحاجة بسيطة كمان معاها. العربية بس يعيبها بقى إن مفيش طبعا وسائل أمان، يعني مفيش بقى إيرباج، مفيش فرامل اي بي اس، مفيش الحاجات دي خالص. كمان يعيبها شويه، ودي بتظهر المشكله دي في الصيف، ان مفيش تكييف، فبالتالي اللي بيبقى قاعد صعب شويه عليه الجو. كذلك العربيه دي مفيش منها اوتوماتيك. انا دايما اشوف السؤال ده من السيدات والانسات دايما في كل جروبات العربيات: يا جماعه هي الماروتي في منها اوتوماتيك؟ اللي مش عارف ايه اوتوماتيك، لا، العربيه دي مفيش منها اوتوماتيك. ما تخليش بقى حد يضحك عليك ويقعد يقول لك اصل الماروتي الصيني ومش الماروتي الصيني، مفيش حاجه اسمها الماروتي الصيني. معظم الناس اللي عامله تعديلات والحاجات دي ده كلام مش صحيح، والعربيه دي ما كانتش بتنزل اصلا اوتوماتيك. طيب الماروتي كانت بتنزل عندنا مصر من سنة 94 تقريبا، فانتي برضو ما تبعديش بالموديل قوي كده، خلينا من اول 2010 لحد 2014 اللي هو اخر موديل نزل مصر. السعر بتاعها هتلاقي ان هي العربية دي من اول 2010 هتلاقي العربية ممكن 50,000 لحد 2014 بتوصل ل 70 واحيانا 75، وده برضو على حسب حالة العربية. اخت السوزوكي ماروتي وهي السوزوكي التو. الالتو نفس اللي قلناه كله في الماروتي هو موجود في الالتو.
يزيد عليه بعض الكماليات او الرفاهيات. زي ايه؟ طبعا الاهمهم على الاطلاق هو التكييف. كمان ان الدريكسيون فيها بيتسمى باور ستيرنج. الفكرة كلها ان الدريكسيون هنا انعم واسهل شوية في الركن كمان. كذلك ان العربية فيها المرايات فيها دراع تحكم داخلي كده، تقدري تودي المراية يمين وشمال بيه. كمان التانك بتاع البنزين في الماروتي لازم تنزل تفتحه بالمفتاح من بره. في الالتو لا، عادي جوه بقى في زرار كده بتشده بيفتح التانك بتاع البنزين. السوزوكي الالتو كان بيحصل شويه تغيير كده في الموتور بتاعها، نزلت شويه 800 سي سي وشويه 1100 وهكذا. المهم يعني ان السعر بتاعها وخصوصا في الموديلات اللي هي زي ال 2008 وال 2009 بتبقى في رينج ال 70,000 لحد ال 75 وال 80,000. العربية بما إن هي فضلت تنزل لحد 2020، فأقصى سعر مثلا لل 2020 فهو ال 135,000. طيب نيجي للأخت الثالثة من عائلة سوزوكي وهي السوزوكي اسبريسو. حاجة كده حلوة كده واسبريسو في نفسها. الفكرة كلها إن هي عبارة عن كأن خدنا حتة من الألتو على الماروتي ودمجناهم وعملنا عربية. هي عربية عالية شوية عن الأرض لأن هي من فئات الاس يو في. يعني إيه اس يو في دي؟ نقدر نعرفها برضو من اللينك اللي ظهر قدامنا. المهم ان العربيه دي فيها وسائل امان زياده زي الايرباج والفرامل الاي بي اس. طب ايه هو الايرباج ده؟ لو اتفرجتي كده على الانترنت على حوادث او اختبارات تصادم، يعني هتلاقي فيه مخده بيضه كده بتطلع تخبط في وش اللي سايق لو حصل حادثه لا قدر الله، هي دي الايرباج. والحقيقه ان الميزه دي موجوده في السوزوكي اسبريسو وعملوها للي سايق وللي قاعد جنبه قدام. كمان من ضمن المزايا هي الفرامل الاي بي اس، ودي فرامل وجودها مهم علشان لو احنا بنفرمل كده جه قدام العربيه حاجه نقدر نتفاداها. طبعا في وسائل امان زياده طبعا، زي ان الابواب الخلفيه بتقدر تتقفل للاطفال، وكمان الازاز قدام وورا بقى كهرباء. يعني فيتشرز او اوبشنز زياده يعني موجوده في العربيه عن مثيلاتها اللي هم السوزوكي ماروتي والالتو. الحقيقه زي ما قلت ان العربيه ما لهاش كتير موجوده معانا في السوق، يعني تقريبا بدات تنزل عندنا من اواخر 2020. فالموديلات الموجودة منها يوزد يعني أو استعمال، فهي ممكن بتلاقي فيها السعر من أول 170,000 ولحد ال 200,000. نسيب عيلة السوزوكي شوية بقى وننتقل لحاجة تانية مختلفة، وهي عربية كده معشوقة السيدات وكتكوتة خالص في نفسها. العربية دي هي الشيفورليه سبارك. الشيفورليه سبارك برضو عربية تمتاز بصغر حجمها وأناقة شكلها. طيب ايه المزايا اللي فيها؟ المزايا طبعا ان هي العربيه بتنزل بتكييف. الموتور بتاعها على الرغم ان هو 1100 سي سي ولكنه موتور كويس واثبت كفاءه. كذلك فيها موضوع الباور ستيرنج او الدريكسيون اللي هو الباور. الازاز بتاعها بينزل فيه شويه اوبشنز برضو ان هو ازاز كهرباء. كذلك يعني من ضمن الحاجات اللذيذه اللي فيها كانت ليها الوان كتير حلوه والوان مترقعه. العربيه كمان كان فيها ميزه كده ان المرايات من بره بتبقى نفس لون العربيه ككل. طيب الشيفروليه سبارك من حيث وسائل الامان زيرو، يعني ما فيش بقى ولا اي بي اس ولا ايرباج ولا اي حاجه، هي اخرها بس حزام امان موجود، يعني وكتر خيرهم ان هم سابوه. العربيه كموديلات هي من 2008 لحد 2012 تقريبا. متوسط السعر بتاعها في السوق هتلاقي معاكي من اول 75,000 في ال 2008 لحد ممكن توصل ل 120 و 125 كمان في ال 2012. بوصولنا الى هذه النقطه من الفيديو سيدتي، فوجب التنويه أنه عليك بضرورة الانسحاب إذا كنت من الطبقة المكافحة، حيث أن السيارات التي سنقوم بذكرها بعد قليل تتجاوز جميعها فئة 125 ألف جنيه. ستقولين لي ولكنك منذ قليل ذكرت سيارات تجاوزت 200 ألف، فأقول لك هذا حصل وهذا حقيقي، ولكنها كانت موديلات حديثة. أما السيارات التي سنذكرها فحتى القديم منها قد تجاوز 100,000 جنيه. ما ينفعش نبقى بنتكلم في فئة العربيات الصغيرة وما نروحش لعائلة الهاينداي أو الهايونداي كما يقول لها الفرنجة. طيب أول حاجة معانا فيهم هي الهايونداي جيتس. العربية دي تقريبا هي العربية الوحيدة اللي أنا هقولك عليها هتكون موتور 1600 سي سي، وده الحقيقة موتور قوي جدا، وده كان بينزل هو أخوه في العربية الهايونداي فيرنا. والحقيقة ان ده كان من ضمن المزايا اللي في العربية دي اللي كانت بتخلي ان العربية دي وانت مشغل التكييف ده ما بيأثرش قوي على الأداء.
يعني معظم العربيات لما بتشغل التكييف تلاقي سحب العربية أقل أو سرعتها أقل شوية على الطريق، يعني ده بيضعف من سحبها. ده ما بيحصلش الحقيقة قوي في الهيونداي جيتس نتيجة إن الموتور اوريدي كده قوي على يعني بادي يكاد يكون محدود إلى حد ما. العربية دي في منها بقى مانيوال وفي منها اوتوماتيك. من ضمن المزايا كمان اللي فيها غير التكييف اللي احنا قلنا عليه ان فيها ان انت تقدر تتني الكراسي بتاعت الكنبة اللي ورا، وبالتالي ده بيضيف لك مساحة تخزينية للشنطة اللي ورا. طيب العربية موجودة من 2005 تقريبا لحد 2011، وده بيدينا رينج سعر كبير بناء على طبعا اذا كانت العربية مانيوال اوتوماتيك حالتها وغيره. فهتلاقي معاكي من اول 125,000 لحد ال 180,000 جنيه تقريبا. نيجي للأخت التانية من عائلة هيونداي وهي الهيونداي اي 10. حاجة كده استغفر الله العظيم، دلع ما يعلم بيه إلا ربنا. عربية ما تفهملهاش هو انت فيكي ايه مش عند غيرك ما تعرفش، بس هي عربية متدلعة. حاجة كده نظام بقى ايه، مامي وبابي وشوكة وسكينة وحاجة يعني آخر دلع. طيب هي الفكرة كلها في ايه؟ هي برضو العربية يعني ما بتقدمش كتير فرق عن غيرها، ولكن هي فيها كماليات. وفضلت من كتر ما هي متدلعة ما لقوش حاجة يدلعوها بيها، قاموا عملوا منها حاجة اسمها اي 10 جراند. العربية هي ولكن سيدان. وكذلك فضلت العربية دي موجودة عندنا في أسواقنا يمكن من 2008 لحد 2020. الفكرة إن هي كل مدى ما بيزيد فيها الأوبشنز، فيها وسائل أمان، فيها اي بي اس، فيها ايرباج، فيها طبعا بينزل منها مانيوال اوتوماتيك. والعربية الصراحة من العربيات الكويسة واللي دايما ماسكة سعر في السوق. يعني رينج السعر بتاعها من أول ال 2008 لحد العربية معانا بقى، وهي العربية الكيا بيكانتو. دي البونبوناية بقى. العربية دي مهما الشباب والرجالة حاولوا يعملوا، مهما عملت هي معروفة خلاص إن دي عربية الآنسات والسيدات. هي عربية بقى إيه، النعومة والدلع وحاجة كده إيه، يعني زي ما أنا قلت كده بونبوناية. طيب البونبوناية دي ميزتها في إن هي فيها وسائل أمان وفيها ثبات على السرعات العالية. العربية طبعا في منها مانيوال وفي منها اوتوماتيك. كذلك السعة التخزينية بتاعتها كويسة مقارنة بالعربيات التانية اللي احنا قلناها. يعني الاي 10 والجيتس شوية بينافسوها في الحتة دي. زي ما قلنا الموضوع ثبات في السرعة ده شيء ممتاز ويحسب لها جدا. العربية دي دايما من العربيات اللي ماسكة سعر في السوق، وكل يوم عن التاني سعرها بيغلى نظرا لطبيعة الإقبال عليها زي ما قلنا، وده طبيعي أكيد سببه إن هو معظم الشراء ليها من الآنسات والسيدات. العربية سعرها في السوق يمكن من أول 2004 لحد 2018 أو 2017. العربية بتتكلم من أول 120 لحد بتوصل لحد 260 ألف جنيه. بكده نكون وصلنا لنهاية مقترحاتنا النهاردة. لو عندكم عربيات كنتوا شايفين إن هي تستحق إن هي تكون موجودة في الفيديو ده، أو عايزين تشوفوها في فيديوهات تانية جاية إن شاء الله، اكتبولي عليها في التعليقات. ومش هوصيكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب.